الروح جنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سر الحياة في الجسد حقيقة غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي أحد مهما كان قدره في هذه الحياة ومهما وصل علمه أن يصل بصورة أو بأخرى إلى هذه الحقيقة إلا بوحي من الله عز وجل، إما بقرآن وإما بسنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسر الحياة لم يستطع أحد أن يتوصل إليه، ولم يستطع أحد أن يعرف سر الحياة، ولم يستطع أحد حتى هذه اللحظة أن يعرف السر الذي بسببه يحيا هذا البدن ويتحرك هذا البدن. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نحن ما زال حديثنا دائرا عن الروح، وقد ذكرنا في الحلقات التي مضت الكلام عن حقيقة الروح، وأنها مخلوقة، وأن الروح ليست من ذات الله عز وجل، وأنها لا تموت بموت الإنسان، وأنها ليست هي سبب الحياة، أنها تدرك ما لا يدركه الحواس، وأنها تتلاقى مع أرواح الأحياء ومع أرواح الأموات. وعرفنا كذلك أن القرآن الكريم حينما تحدث عنها، ولكنه قصد بها أحيانا يطلق لفظة الروح ويريد بها القرآن، وأحيانا يطلق لفظة الروح ويريد بها من نزل بالقرآن الكريم وهو الروح الأمين سيدنا جبريل، أحيانا يريد بها عيسى عليه السلام، وأحيانا يريد بها الرحمة، أي يريد بها، وإلى ما غير ذلك. اليوم نعيش معا نتعرف متى خلقت الروح. هل خلقت الروح أولا أم خلق الجسد أولا؟ ثم هل تكون الروح في الجنين وهو في بطن الأم مثلها مثل الروح مع الطفل وهو صغير أم مع، وما هو سر هذه الحياة إذا انفصلت الروح عن الجسد؟ ماذا يكون الحال وماذا يكون تعلق الروح بالإنسان عندما يكون في بطن أمه، عندما يكون صغيرا، عندما يكون كبيرا، عندما يكون في حالة الوفاة؟ لعلنا نعرف كل هذا التفاصيل، فكونوا معنا لنفهم ذلك كله. والذكر نور للنفوس. قدر الله عز وجل خلق